واليوم أكلتنا حلبية وشتوية بامتياز وكل أهل حلب بيعرفوها. المغربية كتير بتشبه المفتول بس هي حباتها أكبر، كتير طيبة وهلأ وقتها. عملتلكن إياها اليوم بالطريقة الأصلية، ومخلل اللفت واللبن أساسي جنبها وطلعت طعمتها بتشهي. وخبروني مين منكن لسه ما جرب الأكلة أو أول مرة بيسمع فيها، وتعالوا شوفي كيف عملتها. أول شي عندي هون الدجاج. بعد ما نضفته منيح وشلت الجلد عنه غمرته بالمي الباردة وبدي أسلقه. وأول ما طلعت الرغوة شلتها مع سطح طنجرة وضفت لها المطيبات العطرية. غطيت الطنجرة ووطيت الغاز. وبنفس الوقت اللي عم بسلق فيه الدجاج هلا هون بدي اسلق الحمص والبصل. عندي هون كاسة من الحمص المنقوع قبل بيوم، غسلته وصفيته منيح وهلا بدي اسلقه مع البصل. وهي الأكلة كتير بتحب البصل، كل ما كترتوا بصل كل ما طلعت أطيب. وهلا بنجيب مصفاية بحجم الطنجرة اللي عم نسلق فيها البصل والحمص، بس بشرط إنه المصفاية ما تدقر بمية السلق لأنه بدنا نطبخ عجينة المغربية على البخار. وبعد ما نزلت المغربية بالمصفاية هلأ بدي غطيها بقطعة قماش نظيفة لحتى تحبس البخار وتاخد نكهة الحمص والبصل. وكل شوي بنفتح عليها الغطا وبنقلب المغربية لحتى ما تلزق ببعضها. وهلأ هون رح أضيف عليها معلقة كبيرة من الزيت النباتي، فيكن تضيفوا كمان معلقة من السمنة، وهيك بنضمن إنه المغربية ما تعجن أو تلزق ببعضها. وبعد ما يمرق 5 6 دقايق على تهبيل المغربية رح تلاقوا إنه بلش يتغير لونها من الغامق أو الأبيض للشفاف، هيك معناتها إنه بلشت تستوي معنا المغربية. هلأ بحطها على جنب بعد ما اتأكدت إنه استوت تماما. وهلأ هون رح شيل البصل لأنه البصل بيستوي قبل الحمص. بغطي على الحمص وبتركه ليستوي على الآخر. وهلأ آخر مرحلة وهي تقلاية المغربية، بدنا معلقتين كبار من دهنة الخروف، وهي كمان أساسي فيها. ورح أضيف كمان معلقة من السمنة، وبنزل عليه هون البصل اللي سلقته، بقليه شوي لحتى ياخد نكهة الدهنة وكمان يتحمر شوي. وهيك البصل صار تمام. هلأ بشيله على جنب وبنفس الطنجرة رح نزل المغربية وبقليها كمان شوي لحتى تاخد نكهة الدهنة، وبضيف لها ملح وفلفل أسود، وممكن كمان تضيفوا لها البهارات الحلبية. وكمان بضيف عليهم الحمص المسلوق وبقليهم مع بعض ولحتى ما تطلع معنا المغربية ناشفة. ضفت لها كمان كبشايتين من مرقة سلق الدجاج. وآخر شي ضفت الدجاج اللي سلقته وغطيت الطنجرة وتركتهم حوالي 10 دقايق لحتى ياخدوا النكهات من بعض. وهيك أكلتنا صارت جاهزة، المغربية الحلبية بالنكهة الأصلية، ومخلل اللفت واللبن أساسي جنبها. وهي الأكلة كتير معروفة بلبنان وبفلسطين، بس كل بلد إلها طريقتها. وخبروني كمان كيف بتعملوها، وشوف هيك عندكم وصفات قديمة إلكن زمان ما نكون أكلينا